قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. حاضر. أقول بإذن الله جل وعلا هم رجال التبليغ والدعوة فيهم خير، أولا فيهم زهادة، فيهم طيبة، فيهم أدب، فيهم تواضع، يدعون إلى الله جل وعلا، لكن ينقصهم العلم الشرعي. فالإخوة يعني أسأل الله جل وعلا أن ينعم عليهم بالعلم الشرعي. ثانيا بالنسبة لتحديد الأيام التي فيها الخروج، أسأل الله جل وعلا أن يهديهم بإذنه جل وعلا، ألا يجعلوها ثابتة إلى آخر هذه الأمور، وألا يجعلوا الأمر موقوفا على رياض الصالحين وعلى حياة الصحابة فقط، لا، بل إني أنصحهم أن يحصلوا العلم الشرعي من العلماء العاملين بإذن الله جل وعلا، وأنصحهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأدعوهم إلى التمسك بأقوال أهل العلم من أئمة السلف حتى لا يكون هناك شطط في أفعالهم، وإني أثق فيهم، أعلم أنهم طيبون، ولذلك فإني أدعوهم جميعا إلى اتباع النبي وتحصيل العلم الشرعي وترك التثبيت بالنسبة لهذه الأيام، وأسأل الله أن يجعلهم من الأمرين بالمعروف الناهين عن المنكر.